الاهلي ليس عزبة المايسترو. والله كده الاهلي ليس عزبة المايسترو. كمل كمل يا دكتور. ده الاهلي ليس عزبة المايسترو زي ما بيقولوا دلوقتي الاهلي مش عزبة الخطيب، هو نفس الكلام. اقول لكم حاجة على الحرب اللي معمولة على الاهلي وعلى الخطيب. الخطيب غلطان وهاجمناه وانتقدناه وشاورنا على الخطأ وقلنا يجب ان مجلس الادارة يبقى ليه دور رئيسي في كرة القدم في النادي الاهلي. كل ده قلناه، انما عمرك ما تتطاول على الخطيب، عمرك ما تسبه، عمرك ما تشتمه، عمرك ما تلغي تاريخه، عمرك ما تلغي نجاحه مع الاهلي. مين اكتر رئيس في تاريخ الاهلي، في تاريخ الاهلي كسب بطولات كرة قدم؟ هو الخطيب. لا كان كرئيس، مش كلاعب. كلاعب حاجة تانية. هو الخطيب. لا حسن حمدي كسب قده، ولا صالح سليم كسب قده، ولا عبود كسب قده، ولا مرتجي كسب قده. طب مين اكتر رئيس كسب بطولات غير كرة القدم في تاريخ الاهلي؟ لا ده الخطيب بفرق شاسع. طب مين اكتر رئيس الاهلي عمل معاه فلوس وميزانيه عملاقه؟ الخطيب برضه. مين اكتر رئيس الاهلي عمل معاه مقرات واتساع؟ هو الخطيب برضه. علشان خسرنا من الترجي رايح جاي، عشان الفرقه تدهور مستواها، نمرمط الخطيب ونقل ادبنا على الخطيب؟ لا، عيب. نقول للخطيب غلطان ونوجهه ونصلحه ونعرفه الطريق الصحيح، بس دي الدنيا. صالح سليم اللي هو الرئيس الاسطوري اللي دلوقتي يقول لك فين صالح سليم؟ صالح سليم 2000 من 1990 ل 1994 ما كسبش بطوله غير الكاس. خسرنا الدوري على طول وخسرنا افريقيا على طول، الا سنه واحده بس خدنا فيها كاس الكؤوس 93. بتلعب 4 سنين بتاخد 3 بطولات في 4 سنين، وما فهمش الدوري وما فهمش دوري ابطال افريقيا عادي. عارف سنتها عملوا ايه بقى؟ عملوا ملف برضه عشان يتطاولوا على صالح، بس ما كانش فيه سوشيال ميديا. انما الجرايد بقى، انا فاكر عنوان اخبار الرياضه سنه 94: 4 قرارات تاريخيه ثوريه في النادي الاهلي. لكن نروح لل4 قرارات الثوريه اللي اتخذها النهارده في النادي الاهلي. اول قرار رحيل لجنه التخطيط مختار وزكريا ناصف، ورحيل المدير الرياضي محمد يوسف، ورحيل مدير التعاقدات أسامة هلال، وإعلان التعيينات خلال وقت قريب جدا، مع فكرة إلغاء لجنة التخطيط. نمرة 2: استمرار الدنماركي جيس توروب وجهازه الفني كاملا حتى نهاية الموسم الحالي، ومسؤوليته الكاملة عن المباريات ال6 الباقية للنادي الأهلي في الدوري العام، واللي تبدأ بمباراة سيراميكا يوم 3 أبريل، والهدف تفادي كارثة مالية